مسا على الرجالة اللي وحشني، اخباركم يا ولاد؟ احلى مسا عليكم. في ناس كانت بتقول لي ليه ما تعملش سيرفر؟ عشان حاجات كتير. اول حاجة في السيرفر عايز دفع ومصاريف، ومش بيبقى احسن حاجة ان انت تعمل سيرفر مادام انت مش هدفك الاستمتاع. يعني لو هدفك انك تجيب فلوس بس، هيشتغل شهرين تلاتة 6 شهور وهتقفله، لان خلاص. اصل انت بص، لعبة سيلك رود بدأت مثلا، الناس اللي لعبتها في الاول بدأت ليفل 40. انت متخيل انك تلعب لحد ليفل 40 فتبقى كده قفلت اللعبة؟ بعد كده فتحت ديجري بقت 50، بعد كده فتحت بقت 60، بعد كده فتحت بقت 70، بعد كده فتحت 80. قعدت بقى 80 ديت كانت كل سنة تفتح 10، فجت في ال80 قعدت سنتين مش سنة واحدة. في ال80 قعدت سنتين، وبعد ال80 قامت فاتحة 90. في ال90 قعدت سنة واحدة بس. تخيل ان انا كنت ساعتها 80، فاللعبة فتحت، لعبت من ال80 ل90، حرفيا احنا خدنا مثلا بتاع 8 شهور. 8 شهور بتلفل بايدك. انت متخيل انك بتلفل بايدك من ال80 لل90 في 8 شهور؟ كل يوم بقى تلعب لك طبعا على قد ما تقدر 4 ساعات. طبعا انت قاعد متقدر بتضرب بس يعني، ولا بترجع مدينة تعمل تجارة وانت قاعد بتلفل يا باشا زيك زي البوق. فكان موضوع صعب قوي. كنت انا وكان لازم على ايامنا ان لازم تلعب 2. يعني انا وصاحبي على ايميل مثلا، احنا الاتنين ده الايميل ده بتاعنا، كنا احنا الاتنين نلعب. كنا مثلا انا اقعد العب 5 ساعات وهو يقعد يلعب 5 ساعات. نقعد بقى ايه 5 ساعات انا عمال بلفل بايديا وهو 5 ساعات، يعني عشان الايميل يبقى 10 ساعات. 10 ساعات تلفل. كانت تيجي اوقات بقى هو ما يعرفش يفتح عشان هيروح في حتة هيعمل حاجة، انا ما اعرفش افتح عشان هعمل حاجة. فكان الموضوع صعب قوي. فحرفيا قعدنا كذا شهر نلفل. طبعا انت ما بتجيبش بريميومات بقى، انت بتقدر بتلعب بس كده، بتروح تلعب لحد بقى في ال90. من 90 لل100 كان البوت ظهر بقى. كان البوت ظهر، شحنا البوت من 90 لل100 مثلا بالبوت. قعدنا تقريبا ويعني ضربنا بقى بريميوم بما اننا شحنا البوت. كان اس بوت اياميها، وكان اياميها الاس بوت قافل. يعني مثلا الاس بوت اكتفى بان 1000 بني ادم عمل ايميل وخلاص بعد كده. فكان الايميل نفسه بيتباع وبيتباع غالي. وكمان كان ممكن مثلا ايه، واحد صاحبي عامل ايميل يقول لي تعال نشحنه سوا، انا ليه انا النص وانت النص ونفتح سوا زي البي اتش بوت حالا كده. بس كانت الحكايه دي في الاس بوت اشهر. فضربنا اول شهرين بريميوم، في الشهر اللي بعده بريميوم، عشان نلفل من 90 لل100 في شهرين. وديت كنا من الناس اللي هم الصراع اللي وصلوا يعني. جت بقى اللعبة في ال100، مرضتش تفتح بقى. قعدت سنة مرضتش تفتح، والسنة اللي بعدها فتحت. السنة اللي بعدها بقى اللعبة وقفت. الديجري اللي هو من، لا مش اللي بعدها معلش، بقى السنة اللي بعدها فتحت 110. لعبنا ال110 اتأخرنا فيه شوية، قعدنا بتاع مثلا 4 شهور ولا حاجة أو 5 شهور على ما عديناه. واول ما نزلنا ال 110 اللعبه جت تفتح من 110 ل 120، اللعبه بقى هنا وقعت، لانه عملوا نظام جديد. النظام بقى اللي هو اللي انتوا عارفين، للناس اللي هي مش عارفاه، النظام الجديد كان ان انت بتبلص، بتلاقي الهدوم بتبلصها او تحط لها بلو. ده النظام اللي هو موجود في السيرفرات واللي كل الناس عارفاه. النظام الجديد بقى في لعبه سيلك رود ان الهدوم بيتعمل لها تحديث، حرفيا تحديث. يعني انت لابس مثلا حته نوفا، النوفا ديت بتفضل تبلص فيها وتجيب حاجه تقوم محدثها تخليها ديجري 12. انما الديجري 12 ما بتلاقوش.
كان اخر حاجه في اللعبه ديجري 11، اخر حاجه ديجري 11. بعد الديجري 11 ما فيش حاجه تقع بقى. فطبعا احنا كنا في اللعبه دي كنا لابسين بقى، وكان هدومنا جامد، وكان معايا سلاح قوي ومش عارف ايه والكلام من ده. فغيرنا بقت الهدوم بتاعتنا كلها ديجري ايه 12. ففتحوا لعبناش بقى الديجري 12 قد كده. يعني الايميل بتاعي في سيلك رود، انا مش عارف هم هيبقوا لغوه ولا لا. لو ما لغوهوش فهو ليفل 113. عدينا 3 ليفلات، وبعد كده اول ما لقينا بقى الهدوم ان في كمان هدوم ديجري 13، وان ال 13 بتبلص ال 12 بقى اللي هتبلصها عشان تخليها توصل للبلس 7، وبعد البلس 7 ترقيها تنزل بلس 0 تبقى 13. ما بتبلصي بالحاجات المتعارف عليها، اللي هي مثلا ايه، انا اروح الفل فيقع لي بروتكتور او ويبون او او اكسسوري اليكسر، فنقوم رايحين مبلصين. لا، ده عملوا حاجه اسمها بروف. البروف دي بقى انت بتحطه، ده زي الامورتال كده. هما لغوا فكره الامورتال، بروف بقى وانهانس وحاجات كده. انا اول ما عرفناها وواحد قال لنا لا ده انت بتبلص بده، والبلس مش عارف لازم يتعمل بده ومش عارف ايه، قلت بس دخلت ابص لقيتها زي الامورتال كده. وانك طبعا ما هو انت ما بتلاقيش 12، فمش هينفع تغامر بال 12. فاهم يعني؟ انت ايه مثلا كان معاك نوفا 11، فالنوفا 11 انت طلعته 12، ما ينفعش بقى تضرب من غير بروف لانه هيختفي. ولو اختفى خلاص، ما هو انت هتجيب 11 وتبلص 11 7 عشان تخليه 12، وتبلص 12 7 عشان تخليه 13. طبعا هي وصلت دلوقتي 16، بس انا بقول لك يعني. فانت مش هتغامر بال 12، لازم تجيب ايه البروف ده. البروف ده هو بديل الامورتال. ومن البلاس كام؟ من البلاس 1 لازم تحطه. يعني انت تحطه في البلاس 1 عشان تدي السبع بلصات. فكان الموضوع صعب طبعا، سيبنا اللعبه بقى. وبعد كده عرفنا انها دمجت سيرفرات عشان ناس كتير سابت اللعبه. وبعد ما دمجوا سيرفرات بعد كده قاموا مخليين اللعبه تيجي تخش ما يقدرش يخش. كان الاول بتقعد تحاول لحد ما تخش، دلوقتي لا، ما بتحاولش، حتى لو حاولت مش هتخش. في بوتات بتدخلك، يعني اللعبه دايما بتتذاكى، مش عايزاك تقعد فيها طول ما انت مش بتشحن. عملوا ايه؟ في بوتات بتقدر تدخلك اللعبه من غير شاحن، فانت بتقوم مجرب وسايب البوت بقى هو اللي يقعد يحاول مع اللعبه لغايه ما تخش. صح؟ اللعبه بتقوم مستنيه عليك انت تخش اللعبه، ومستنيه عليك تلعب مثلا 20 دقيقه 30 دقيقه، وتقوم مدياك ديسكونكت، تقوم طالع تاني طول ما انت معكش الاكسس او البريميوم او الحاجات دي. ف حته ان انا اعمل سيرفر ديت لازم تبقى للمتعه، عشان ما يشغلنيش بقى الفلوس اللي هي ايه، اللي هو مثلا انا عامل حسابي انا عايز فلوس، فالناس قفلت والناس مكست، فبعد كده طبعا انا ما عادتش بتجيب فلوس، فخلاص انا عايز اقفلها. لا، انما لو للمتعه هدفع بقى من جيبي عشان انا بلعب وبستمتع، وحبايبي بيخشوا ويلعبوا ويستمتعوا. وطبعا يعني صعب ان انت تلاقي حد بيدفع للمتعه دي. هيشغلها قد ايه؟ شهر 2 3 سنه، بعد كده بيقفل. والناس برضو اللي هم معظم الناس الغلابه برضو هم مش سبورت قوي للعبه، اللي هم ممكن اللعبه تقع وهو ما يشحنش، هو همه ان هو يخش يعمل حاجه ويبيع للناس ويجيب فلوس وميتين اللعبه، وما يفكرش ان اللعبه دي حلوه فانا لازم اشحن من الجي ام عشان اللعبه. هو الجي ام طول ما هو عمال بيجيب فلوس، طول ما هو ما بيفكرش ان اللعبه تقفل. صح؟ انما اول ما اللعبه هتقفل، اول ما اللعبه مش هتجيب فلوس، اول ما جي ام دي ما عادتش بتجيب فلوس، ده انا الشهر ده دفعت من جيبي ال $500 او ال $200. طب انا هعمل ايه؟ لا، ميتين اللعبه بوظها بقى. يبدا يبوظها ازاي؟ مثلا يعمل لها ابديتات كتير، يقرفك ان انت كل شويه تطلع مش عارف ايه، يرخم على الناس، حاجات كتيره بتقفل. يعني ممكن يرخم على الناس، يجي يقول لك ازاي التجاره مثلا شغاله، يوم هو قافلها لك مدينتين، فانت الناس تقول مش مشكله اقفل مدينتين،
ويقوم ملبس ناس تبعه هدوم بقى ايه ما فيهاش منافس، ويقوم واقفل لك يا باشا 24 ساعة بيبدلوا مع بعض على انهم ما يعدوش ولا تريدة، تقوم الفلوس واقعة في اللعب يبقى مفيش فلوس. يخش الايفنتات يطقموا لك، ينزل جنبهم الوحوش هم يروحوا يموتوهم، فتبص تلاقي اللعبة مفيش غير هم 3 4 أو 5 بالكتير ماسكين اللعبة جامد. ماسكين اللعبة جامد، اعرف على طول ان اللعبة دي كده هو بيحاولوا يوقعوها. ما هو لما واحد يكتسح اللعبة كلها يبقى اللعبة لا بتموت لا في حاجة غلط، لازم تعرف ان في حاجة غلط، دي كده مش طبيعي. اليونيك ينزل هو يموته، التجارة تطلع هو يخش على التجارة يفرتكها، يخش على بارتي يموته. مش بارتي لوحده، مثلا يكون معاه 2 3 يقوم موقعهم ومرخم على الناس كلهم وما بيقلبش، هو بس همه انه يقرف الناس. تفهم ان بتبقى مبينة يعني. اصلا دلوقتي في حاجة لسه الناس ما بدأتش الجي امات يعني ما بقتش تدفع فيها، اللي هو بقى فيه بوت اي اي. يعني الجي ام بيشتري مثلا 100 بوت اي اي، ال 100 بوت اي اي دول بيلعبوا، يعني يروحوا يلعبوا ويضربوا جلوبالات، هو بيبقى ملقم كل بوت مثلا دي الجلوبالات اللي انت هتعملها. بيبقى مثلا يمشوا يروحوا يطلعوا تجارة، هو بقى بيبقى محدد لبعض البوتات مهمات ان هم يطلعوا تجارة طول اليوم، فبتخلي اللعبة تبين لك ان اللعبة شغالة. لا في حاجات كتير، بس كده كده هي زي ما انا ما قلت في فيديو تاني ان اللعبة وقعت بسبب الفلوس. كل حاجة بتقع بسبب الفلوس. اول ما تلاقي الحاجة اتخصصت بالفلوس بس اعرف انها وقعت. زي الكورة في مصر كده، الكورة في مصر برضه تحس انها وقعت، ومش في مصر، لا في العالم كله. هي اقول لك كان زمان مثلا جت فتره حقبه كده زمنيه، بص اللعيبه ايام ما كانت بتلعب وتستمتع في الكوره، بص كده اللعيبه كانت عامله ازاي. هتلاقي ريفالدو في نفس الحقبه، هتلاقي مثلا ايه ريفالدو روبرتو كارلوس وكافو ورونالدينهو وادريانو دي برازيل، روح بقى مثلا باتيستوتا وديل بيرو وإدجار ديفيد وبيركامب وروني وسكولز وبيكهام، ومش هتعرف تعدهم من كترهم، حالا من على الساحه. ولو انت جيت مثلا واحد بيجيب اجوان وبيلعب حلو قارنه كده بالعالم اللي انا قلت اساميها ديت، مش هتلاقي. وزيدان صعد عندنا لسه كمان الناس زيدان ورونالدو الظاهره وكل العالم دي، انما الحاجه دخلت الفلوس خلاص بقى مفيش، ما عدتش بتستمتع بالحاجه. اول ما تبقى المتعه اتشالت والاستمتاع اللعب من اجل المتعه والفدائيه وان انا اكسب وان انا احارب ومش عارف، لا خلاص كده. واحد مثلا في لعبه سلك رود، نرجع للعبه تاني، انا بقف في المدينه يا باشا، خلاص انا لفلت وصلت اللعبه مثلا ليفل 100، انا وصلت ليفل 100 واحد دبليو تي بي كذا، يوم واحد جاي مديله دبليو تي بي كذا، يوم واحد جاي مديله مرة على مرة على مرة. خلاص انا جمعت كل حاجة، جبت الهدوم وجبت السلاح وجبت كل حاجة وانا واقف ولا تعبت في ان انا رحت اليونيك، ولا تعبت في ان انا دخلت اسمها دي فورجيتن واستمتعت، ولا تعبت في اي حاجة، انما انا جاي للرسالة بس. طب لبست جامد، يلا بقى اخش ايفنتات ادخدخ كل اللي في الايفنت جوه كده، انا مزاجي حلو كده، انا جامد، انا كده جامد ومفيش مني اتنين. قام لابس حرامي، ما بحبش تجاره يا باشا، جبت تجاره ليه؟ لا، قام لابس حرامي والناس اللي لسه بتجمع فلوس قام داخل مطقم للكل ومخلي اللعبه ما فيهاش فلوس، معطلهم. ما هم لما يبقوا جامدين بقى، لما هيبقوا جامدين انا اوقع اللعبه اسيبها بقى انا واللي زيي، خلاص ما هم كده الشحاتين جمدهم وبقوا زيي، فانا لا مش هنلعب ند مع بعض، يوم سايب اللعب. طب ايه يا ذكر؟ لا خلاص يا باشا، خلاص بقوا زيي. اه والله جرب تبص اللعبه كده تلاقي اللعبه بتقعد شهرين 3 4 شهور بالكتير، يوم ما تقول اللعبه دي طولت شويه 6 شهور، 6 شهور وتبص تلاقي اللعبه وقعت. طبعا قبل كده لعب معينه مش تجيب لي، طب ما في لعبه كذا شغاله بقالها 3 سنين و5 سنين و7
سيبك من اللعبتين تلاتة اللي على الساحة دول اللي هم اصلا كلهم اجانب وكلهم ناس جامدة برضه، وهتخش تلاقي مالكش سكة اصلا ان انت توصل لهم، فبتقوم سايب اللعبة. نتكلم على الالعاب اللي بتفتح وتقفل. 6 شهور، 6 شهور دول بقى انت عمال تجمع وعمال تكافح وعمال تلعب وعمال بتستمتع باللعبه، بانك يوم انت اصلا بتيجي، اللي بيلعب ده اللي بيلعب بيجي النهارده مثلا لو هو في شغل ولا حاجه وراجع عايز يقعد بقى 3 4 ساعات يلعبهم، فتلاقيه عمال بيقول انا هعمل ايه النهارده؟ اطلع تجاره، يلا يلعب تجاره فيستمتع ويتبسط النهارده خلاص تجاره بس. تاني يوم ما تيجي نروح لليونت مش عارف ايه نلبس ونخش له، يلا تلبس وتخش تستمتع. إيه ما تيجي نركز النهارده على الفورجيتن ولا نركز النهارده على اي حاجه، وهكذا. ففي متعه. التاني ما عملش كده، التاني في ثانيه بقى جامد بس. فيعني الموضوع خلصان بس كده، حلو اهو عشان طولت عليه. المره الجايه بقى نكمل.